اكتر لحظه وحشه بتعدي علينا كديفلوبر هي لما تعمل ديبلويمنت لفيتشر وبعدها تلاقي البرودكشن ابلكيشن بيقع منك، وساعتها بتدخل في بانيك مود. هل نعمل هوت فيكس سريع ولا نعمل رول باك؟ والمشكله ان الحلين بياخدوا وقت لانك محتاج تعمل ديبلويمنت من جديد. طيب هل في حل يجنبنا المعاناه دي؟ ايوه، وهو ريليز فلاجز. ببساطه الريليز فلاج هو مجرد اف كونديشن بنحطه حوالين الكود الجديد اللي عايزين نعمله ديبلوي، ومن خلاله بنقدر نتحكم هل نشغل الكود ده او نوقفه من غير ما نحتاج نعمل اي ديبلويمنت جديده. يعني لو حصلت مشكله بعد الديبلويمنت نقدر نقفل الفيتشر في ثواني. وده بيخلينا نطبق مبدا مهم جدا وهو فصل الديبلويمنت عن الريليز، بمعنى ان الكود فعليا موجود على السيرفر بس ان اكتف ومحدش يقدر يستخدمه. تعالى نشوف ازاي نطبق الكلام ده في الكود. يلا نبدا. عشان نركز على الفكره الاساسيه هنستخدم الستاندرد ويب اي بي اي تمبلت اللي كلنا متعودين عليها. عندنا وذر فوركاست كنترولر وفي اند بوينت بسيطه بترجع ديتا راندوم. اللوجيك الجديد اللي محتاجين نعمل له امبلمنتيشن هنا هو اننا بدل ما نرجع ديتا راندوم نقرا من اكسترنال اي بي اي. واللي مطلوب مننا دلوقتي اننا نعمل النيو امبلمنتيشن ده ورا فيتشر فلاج بحيث نقدر نفعله لما نكون جاهزين او نوقفه فورا لو حصلت اي مشكله بعد الديبلويمنت. وعشان نطبق الكلام ده هنمشي على 3 ستيبس. هننزل الريكوايرد باكج ونعمل ريجستر للفيتشر مانجمنت سيرفيسز، بعدها هنضيف ريليز فلاج جوه الكونفيجريشن، واخيرا هنكتب اللوجيك الجديد جوه الاند بوينت ونربطه بالفلاج. يلا نبدا باول خطوه ونروح على النيو جيت باكج مانجر وننزل الباكج اللي محتاجينها وهي مايكروسوفت دوت فيتشر مانجمنت دوت اي اس بي نت كور. خلينا نعمل لها انستول. تمام، حصل لها انستول. بعدها المفروض نروح على البروجرام فايل عشان نعمل ريجستر للفيتشر مانجمنت سيرفيسز. فخلينا نعمل سكرول اب وقبل البيلدر دوت بيلد نقول builder دوت services دوت add feature management سيميكولن. والسطر ده بيعمل حاجتين، بيضيف جوه الديبندنسي انجكشن كل الفيتشر مانجمنت سيرفيسز اللي هنحتاجها في الكود لما نستخدم الفيتشر فلاجز، وفي نفس الوقت باي كونفنشن بيبص على سيكشن اسمه فيتشر مانجمنت جوه الكونفيجريشن عشان يقرا منه الفيتشر فلاجز. ولما بنقول كونفيجريشن هنا فاحنا بنتكلم عن كذا سورس زي جيسون فايلز مثلا او environment variables او external providers dedicated انها تشيل feature flags زي مثلا Azure App Configuration. وفي اغلب البروجكتس بنستخدم يا اما جيسون فايل زي appsettings.json او Azure App Configuration. بس في نقطة مهمة بتميز Azure App Configuration عن الاب سيتنجز. مع الاب سيتنجز اي تشينج بتعمله في الفاليو بتاعت اي فلاج محتاج بعدها تعمل ريستارت للابلكيشن عشان يحس بالتشينج ده. وخد بالك انا هنا قلت ريستارت مش ديبلويمنت، وده بيترجم لداون تايم بسيط. مع ايجور اب كونفيجريشن تقدر تغير الفاليو بتاعت الفلاج من غير ما تعمل اي ريستارت، التشينج هيسمع على طول في الابلكيشن. في الديمو ده احنا هنستخدم appsettings.json فايل كستور للفيتشر فلاجز لانها كبدايه كافيه جدا ومش محتاج تتعامل مع external services. بس لو حابين فيديو عن ايجور اب كونفيجريشن يا ريت تعرفوني في الكومنتس. دلوقتي خلينا نضيف اول ريليز فلاج جوه الابsettings.json. فخلينا نروح على الابsettings.json فايل ونضيف نيو سيكشن اسمه feature management. خلينا ندوس تاب وجوه السيكشن ده هنضيف اول ريليز فلاج عندنا، خلينا نسميها external whether URL enabled، وهنخلي الفاليو بتاعته فولس زي ما هي عشان لما نعمل ديبلويمنت الفيتشر ما تشتغلش غير لما نكون جاهزين. وفي نقطة مهمة هنا برضو، الفيتشر فلاج مش بس بوليان فاليوز اون او اوف، ممكن تستخدمها عشان تعمل جراديوال رول اوت. يعني بدل ما تفتح الفيتشر لكل اليوزرز مره واحده فتقدر تفتحها مثلا ل 10% وبعدها تزود لو كل حاجه تمام عندك في الابلكيشن. هسيب لكم لينك في الديسكريبشن لو حابب تعرف اكتر عن الموضوع ده. دلوقتي خلينا نروح لاخر خطوه وهي اننا نستخدم الفلاج ده جوه weather forecast controller. فخلينا نروح على الكنترولر، واول حاجه هنعملها جوه الكنترولر هي اننا نعمل انجكت لانترفيس اسمه اي فيتشر مانجر سناب شوت، وده من خلاله بنقدر نعرف اذا كانت الفلاج enabled ولا لا. بعد كده هنعدل على الاند بوينت ونضيف عليها الكود الجديد. فاول خطوه هنعملها هي اننا نضيف الكود الجديد بس جوه الفيتشر فلاج تشيك بحيث انه يتنفذ بس لو كانت الفيتشر فلاج enabled. فخلينا نقول انتر وهو عطيني الكود، فخلينا ندوس تاب بس هو عامله سينكروننس، فخلينا نخلي الكود اسينكروننس. فهنقول await ونخلي
السيجنتشر هنا فيها async وترجع تاسك. وهنا جوه الكونديشن ده كل اللي هنعمله ان احنا هناخد كوبي من الكود القديم ده ونسيميوليت ان احنا بنرجع الداتا من external API عن طريق اننا نخلي السمري هنا في static sentence زي مثلا static whether URL enabled. خلينا دلوقتي نجرب الكلام ده ونعمل run للابليكيشن ونبعت request execute. ردت علينا بسمري في random data. لو عملنا send تاني لسه random data. خلينا دلوقتي نرجع للاب settings ونغير في الفلاج value. فخلينا نروح على الاب settings وبدل ما هي false هنخليها true. والمفروض زي ما قلنا نعمل restart، بس في الديفلوبمنت احنا مش محتاجين نعمل كده لانه باي ديفولت منين ما بنغير في الاب settings فايل بيعمل ريلود للكونفيجريشن. خلينا نرجع نبعت ريكوست تاني ونشوف النيو ريسبونس. فلو عملنا execute هتلاقي هنا السمر اتغير وبقى بيرجع بناء على النيو بيهيفير. وطبعا لو حصلت اي مشكله في البيهيفير الجديد بعد الديبلويمنت احنا ببساطه نقدر نرجع نطفي الفيتشر تاني بس عن طريق اننا نغير الفلاج من غير ولا سطر كود ومن غير اي ديبلويمنت جديده. ونقطه اخيره قبل ما نقفل الفيديو، خلينا نرجع للكود تاني وخلينا نروح للكنترولر ونكبر الشاشه شويه ونعمل سكرول اب. وهنا هتلاقينا مستخدمين اي فيتشر مانجر سناب شوت، مع ان معظم التوتوريالز والاي اي تولز لو خليته يعمل جنريت للكود هتلاقيه مستخدم انترفيس تاني وهو اي فيتشر مانجر، وده مش احسن حاجه مع الويب اي بي اي. وده لان الاي فيتشر مانجر بيقرا الفاليو بتاعه الفلاج كل مره تنادي فيها على is enabled async. يعني لو بتعمل تشيك على نفس الفلاج اكتر من مره في نفس الريكوست وحد غير الكونفيجريشن في النص ممكن تلاقي نص الريكوست ماشي على الديسيجن والنص التاني ماشي على الديسيجن تاني خالص، وده بيخلي البيهيفير مش كونسيستنت وبيطلع باجز صعب تعمل لها ديبج. انما الاي فيتشر مانجر سناب شوت اللي مستخدمينه فهو بياخد سناب شوت من الفلاج اول مره تسال هل الفلاج دي enabled ولا لا، وبيفضل ثابت على نفس الفاليو طول الريكوست لايف سايكل. ولكن لو عندك يوز كيس وعايز فعلا يحصل ري ايفالويشن كل مره استخدم طبعا اي فيتشر مانجر. وكده نكون شفنا مع بعض فائده الريليز فلاجز وعرفنا ازاي نطبقها بالطريقه الصح. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو وسلام.